عسلامة، مرحبا بكم في سهلة مهلة. اليوم باش نعملوا مع بعضنا الحليب المركز المحلى بطريقة سهلة مهلة وخاصة اقتصادية تخلينا في عود نشري حتى نسلي ب4000 فرنك. نجمو نعملوها بمكونات بسيطة جدا وما تتكلفش ياسر. المقادير اللي باش نستحق لها هما 2 كيسان متاع حليب و3 رباع متاع كاس من السكر، وتو سامبلومون نخلط الحليب مع السكر نحركهم مليح حتى لين نحاول نذوب السكر لو ماكسيموم كيما تشوفوا لهنا. ومن بعد نهز الكسرونة متاعي ونحطها فوق نار قوية على الغاز ونقعد نحرك حتى لين نتأكد اللي السكر متاعي ذاب بالكل ويبدأ الحليب يبقبق من غير ما يغلي. وفي الوقت هذايا نقصلو في الغاز على الاخر ونخليه في عقله حتى لين يختار لي. لكن قبل ما نخليه نشوفوا الكشكوشه هذيك اللي تكونت باش نحيها بمغرفه ونغطسها في الماء البارد ونقعد نحي في الكشكوشه حتى لين تتنحى الكل باش يجينا حليب النسلي نتاعنا مصفي وبنين. ما ننساوش نحركو كل مرة دونك كل دريجين كي نعملولو تحريكة ونخليوه ديجا هنا يبدا يعقد لكن مازال ناقص شوية و دونك نحركوه ونخليوه يتكتك في عقلو. العملية هذه خذت لي تقريبا ساعة من زمان باش تحصلت على الكونسيستانس والكولور اللي انا حاجتي بيهم. كانت هذايا فيديو متاعنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش تشتركوا في قناة سهلة مهلة على اليوتيوب وتلقاوني زادا على الفيسبوك والانستغرام.